ما شاء الله. عايز اتكلم على حاجه معينه ان ايه انا ملاحظ بس ان في اللوز شويه حجمه اصغر شويه. لا شويه في شويه ده هم بس في الجنب ده والمطعم عندي بس هو اتفضل هنا. ايوه ماشي اتفضل هنا والحمد لله. ان شاء الله هيبقى عندك كمان جنيه كمان لسه ان شاء الله كويسه جدا يعني. لا في جنيه. طب لو سمحت يا دكتور، ان شاء الله يعني بالنسبه للجامع، يعني الجامع على مرتين احسن ولا الجامع على مره واحده؟ الجامعه على مرتين بيبقى افضل. ليه؟ طيب لان القطن اللي انت هتاخده من الجنيه الاولى دوت اللوزه بتاعته تبقى حجمها اكبر شويه. تمام. اللوز اللي بيجي بعد كده بيبقى حجمه صغير أيوة. ورتبته تبقى اقل. عشان كده بتقول لك نجمع على مرتين. ماشي. اللي انت زي ما انت بتجمع كده لما يفتح تقريبا 60% من اللي انت بتجمعه دلوقتي ده تبدا تجمعه لان رتبته اصلا بعد كده لما تيجي تخش بعد كده هيبدا يقول لك الرتبه ديت عاليه او واطيه. القطن ده معروف الجنيه الثانيه بتبقى رتبته اقل. انت بقى لو جبت القطن بتاعك كله على بعضه الجنيه الثانيه مع الاولى وحطيته هيقلل لك الرتبه. يعني انت حطيت مثلا حاجه رتبتها عاليه مع الواطي اللي هياخد العالي تحت فالسعر بتاعك هيقل شويه. فعشان كده بنقول نجمع على مرتين زي ما انت حضرتك جمعت. وطبعا الوقت انت تجمع فيه دوت كويس جدا بحيث ان الشبوره الصبح راحت وبحيث القطن انت تجمعه يبقى نسبه الرطوبه فيه قليله. انت بقى لو جمعت الصبح هنقول لك ايه تبدا تاخد القطن اللي انت بتجمعه في النادي دوت تبدا تنشره على مفرش عشان الندى يطير. ليه بنقول لك كده؟ انت فكر لما هتاخده مثلا بالندى هتلاقي الوزن بتاعه هيزيد. هو هيديك وزن بس بعد كده لما تيجي بتخزنه وعلى تبدا توديه بعد كده في القطن يتاخد منك يبدا يحصل لك اعفان او يحصل لك مشاكل في القطن. اللوزه اللي انت شايفها البيضه ديت تبدا مع الرطوبه اللي فيها تبدا لونها يصفر فبرضه رطوبتها هتقل فده في الاخر هيقلل السعر بتاعك. عشان كده بنقول لك لازم القطن لما تبدا تجمعه جمعته في الندى يبقى لازم تنشره وتبدا تفرفر فيه عشان الرطوبه تقل فيه. ما تنفعش تخزنه كده يا اما تجمع زي ما انت بتجمع كده ايوه انا بقول لك الناس 8 عشان الندى. ايوه طب لو بس ايوه لا في ناس في مناطق كانوا بيجمعوا بعد الفجر يصلوا الفجر يجوا يجمعوا دي المشكله. طب لو سمحت يا دكتور، الساده المزارعين يعني له استفسار برضه. نعم. دلوقتي طبعا الجامع هيبقى على مرتين، يعني احنا جمعنا مثلا الجامعه زي الحج مثلا الجامعه الاوليه فيه معاملات بقى على القطن، هل ممكن نرويه نرشه؟ بعد ما ترمي الجامعه بعد ما تجمع الجامعه الاولى ديت المفروض ننصح ان انت تدي الارض على الاقل تاخد لها كمان ريه. ليه؟ عشان اللوز الصغير دوت يبدا برضك عشان يكون السلولوز يترسب فيه عايز كميه ميه معينه. فانت لو عطشت وسبته كده اللوز ده مع درجه الحراره العاليه هيبدا يطق بالنسبه لحجمه ده كده فمش هياخد الحجم الطبيعي بتاعه. فاحنا بنقول لك اديله ريه ولازم تديله كمان رشه بتاعت الديدان في المرحله دي. انت بعد ما تخلص الجنيه الاولى يبقى تدي كمان ريه وهتدي كمان ايه رشه. لا ما هي ممكن بالسترويد ماشي حلوه في الوقت ده برضه. طب ولو فسفوري يا دكتور، لو فسفوري ومنع انسلاخ هيجيب لو جبت ماشي لو اديت منع انسلاخ مع مثلا زي الحاجه زي الباشا او بتاع مع فريرة اي حاجه فيها منع انسلاخ برضه ما فيهاش مشكله. تمام. اهم حاجه مكافحه الكيماويه وتديله ننصح برضه انت تديله تغذيه وليكن بالبوتاسيوم في المرحله دي عشان اللوز ده برضه يبدا ياخد الحجم الطبيعي بتاعه لان درجه الحراره دلوقتي بقت عاليه شويه بدات درجه الحراره تعلى واللوز الصغير ده عايزينه يكبر شويه عشان ما يبندقش منه فانت تديله رشه على الاقل شبع الارض ميه ولا اسقاها عادي يعني؟ لا هتسقي عادي تلف في الارض ايوه ما تنقلش الميه بس زي ما بسقي طول يعني حضرتك البوتاسيوم رشه في اليد برضه مجدي يعني مجدي للمزارع. مجدي للمزارع يعني لو رشيت حطيت رش بوتاسيوم اللوزه دي هتاخد على الاقل حجمها هيزيد شويه مع الميه اللي انت تديها لها ما انت مش هنعطش ولا ما فيش تعطيش دلوقتي يبقى هتدي ريه مع رشه بوتاسيوم مع رشه بوتاسيوم. ويفضل انت ترش المغذي لوحده زي ما قلنا قبل كده والمبيد لوحده لان ما بعرفش طبيعه المبيد اللي انت هتجيبه ازاي. تمام احنا مش عارف المبيد انت هترش ايه بالظبط. كده يا دكتور احنا بنرش في المغذي لوحده ده افضل حاجه عشان النبات برضه يقدر يستفيد من المغذي لوحده ويعني ياخده بنسبه وليكن 90% يبدا يمتصه وبرضه نفس الكلام بالنسبه للمبيدات الحشريه اللي انت هترشها. انا شايف بسم الله ما شاء الله الوضع برضه يعني احسن بكتير انا لحد كده يعني بسم الله ما شاء الله يعني. وبعدين الحاج شويه في ريح المزرعه هنا انت عملت حاجه كويسه جدا وانت قلتها الراجل زي ما احنا كنا بنقول لكم في اول سنه خالص بنقول لهم يا جماعه احنا المفروض بننصح بميعاد الزراعه المناسب. اللي احنا قلنا كلمه كده كنا دايما بنقولها ميعاد الزراعه في الميعاد المناسب اهم طرق المكافحه المتكامله. زي الناس دلوقتي اللي زرعت السنه دي متاخر جدا جالها الجسد ضيع لها المحصول جدا على عكس الحاج اهو زرع برضه تقريبا في الميعاد المناسب احنا بنقول في اول 28 هو 28 3 يعني الميعاد المناسب يا دكتور من اول 1 4 لكام؟ ل 20 ولا لكام؟ لحد 1 5 لحد 1 5 لحد 5 لحد بدايه 5 في ناس زرعت من نص 5 و6 ده طبعا
مشكله الجسد لما نزلت كانت يعني كان الحاج دوت كان عنده خلاص تزهير وتلويث بدا قبل شهر 7، كان عنده القطن بدا يلوث ويظهر عنده قبل شهر 7. الناس بقى اللي زرعت في 5 وكده دخل قمه التزهير عندهم والتلويث بعد اللوز كانت في شهر 7 اللي هو حصل فيه. بص يا دكتور مناجاة حضرتك دي كله يعني ده اللي شد من ريح المزرعه دي عامل مورع. شوف البتاع اللي هنا، شوف التفتيح هنا نظام انا ما شفتوش قبل كده يعني انا طول عمري فلاح. بسم الله ما شاء الله. لا قلت بسم الله ما شاء الله يا حاج، بسم الله ما شاء الله. لو التركيز يا ترى نعيشنا يعني والله دي قنطرها فدانها ما يقل عن 14. انت زرع امتى يا حاج؟ زرع امتى؟ انا زرع يوم 28/3. 28/3 تمام تمام. اتفضل بص شوف الدخن يا باشا. لا وهو حتى بص هو الراجل زرع شوف لو بصيت في الارض هو نباتين في الجوره وهم نباتين. ايوه تمام كثافه حلوه. شويه اللي خلاني ده الله ينور. الجوره والجوره متساويه. خلي في الميعاد المناسب برضه ايوه على 28 يوم بالظبط. ايوه 21 بدا يخل. والخلل الاستاذ عمرو كان كنت يجي يتفضل يشوف 8 يعني الدقيقه من 12 ل 15 يوم مكتره. يعني حضرتك لما بتعوز اي معلومه بتلجا للجمع الاستاذ عنتر مع جايب الرش منه وما بيجيبش الرش الا لما اوريه له. لان في بعض المزارعين يا دكتور بيجيبوا الرش من بره وبيرشوا بمعدلات مش مظبوطه. يعني مثلا فرضا يعني زي زي البستبان مثلا جرعه معينه للفدان، ياخد الجزازه يستخسر يرش في الفدان ويجي قاسمها نصين ما بيرشش بالجرعه، ولذلك تاثيره على بيزود من عنده من بره. انا كنت اقول له ادي لي جزازه زياده. تمام تمام مش مشكله يعني. يعني احنا بننصح يا دكتور الساده المزارعين ان هو يتعامل مع الجمعيه في الادويه. ما هو يا ريت يا ريت والله ما يتوهش التوهه دي يعني ياخد برضه ازازه يقول لك لتر الفدان يبقى هو اللتر. ايوه تمام تمام. قال لك حط لتر حط لتر. ايوه لتر ونص. انما في فلاح بقى النهارده عامل زكي. يعمل نصين ويسيب نصين على مرتين يقول لك انا هرش بحساب. وفي الاخر يقول لك الرش ما جابش نتيجه. ويفضل انت ما تيجي ترش الموتور الكبير، ما حدش يرش الموتور الكبير. ارش الكبير. في بعض المزارعين يا دكتور بيرشوا الظهر. لا ما احنا بيرشوا الظهر، يقول لك الاكاروس ما بيظهرش الا الظهر فانا ارش الظهر. النهار لا اما الصبح. ايوه يرش من بعد يعني نشاط الحشرات دايما بيبقى يجي بالليل. تمام. فانت ما ترش بالليل وبالذات الحشرات الثقيله المصل زي اللي احنا قلنا عليها الجسد والمن والذبابه. اي بيجوا بالليل يعني بتنشطوا بالليل ويبدا يتغذى من السطح العلوي والسطح السفلي. عشان كده يبدا يقول لك ترش بالحشرات ديت او الحشرات عموما ترشها بموتور كبير بحيث يغسل النبات غسله كويسه، واللي تروح عليه ما تعيدش عليه تاني، بالذات في المبيدات اللي انت رشيته مره ما تروحش تبقى شويه في الموتور تيجي ترجع ترش عليه تاني. وبالنسبه للري معلش يا دكتور يعني بالنسبه للري هل يرووا مثلا الصبح الظهر اخر النهار؟ لا الظهر طبعا ممنوع الري طبعا تمام بالليل قوي. هو يفضل بالليل اما الصبح جدا يعني. وانا عشان خلص الوجبات بعد العصر. انت كنت بتروي امتى؟ كنت بتروي امتى؟ انا ري دائما يا الفجر الساعه 10 اكون مخلص، يا من بعد العصر الساعه 9 بالليل اكون مخلص ارض الزيت. تمام الله ينور. دي ومعهم ما جاتش في الجياله ابدا. ما شاء الله. في ناس ممكن تقول لك بالورق بتاعك تخش اضرب. انا بقول لك انا بقول له بس انا بديله تمام. ممكن يقول له رش اضربه الوقت ده. اولا اللوز الصغير ديت انت لو رشيت ضربه الورق ده كله هيقع. فاللوزه ديت مش هتلاقي غذاء فهتبدا تبقى زي ما هي بندق ولو فتحت هتفتح التراب. لا اما اللوزه الصغيره دي ممكن تقع لو انت زودت تركيز ماده الضروب بشويه اللي هي مسكه الاوراق ده ممكن يوقع لك اللوز الصغير برضه. فانت تحرص ان لسه عندك كميه لوز كتيره، يعني على الشجره مثلا ممكن مش هتلاقي مش اقل مثلا من 10 لوزات مثلا افتراضا ولا 15 لوز. عندي يعني ده بس ان شاء الله احنا لسه الجو بدري. يعني بقول لك على المتوسط فده كل كميه الورق ده انت محتاجه. فما ترشش الضروب على اي حد ينصحك ترش الضروب بالمرحله دي ما ينفعش عشان الورق دي تبدا تخزن. انت هترش بوتاسيوم دلوقتي ايه اللي هينقل البوتاسيوم ده للوزه؟ تمام الورق تمام. عشان كده في الضروب يكون مكشوف. طب لو سمحت يا دكتور شوف انا بقول له على المعلومه الناس ما يعني ما تاخدش وراها يعني. اصل الناس النهارده بقت في لان ممكن مثلا خلال اسبوع ولا حاجه افرض الدنيا هوت او شدت فالراجل يخاف يقول لك طب انا مش هلحق اجمل عايز يفتح. هو برش ضروب الحلقه واحده يا دكتور. انا فاهم بيبقى مستعجل على الزرع اللي بعدين. انا فاهم. هو لو يعني لو الظروف الجويه في ناس ساعات تقلق يقول لك انا انا عايز اجمع وخلاص عايز اللوز اللي عندي ده يطقطق كده وايه واخده معايا وخلاص. لا انت اصبر شويه لان عندك كميه بسم الله ما شاء الله لوز حلو يعني ممكن تاخد من الجنيه الثانيه قد الجنيه باذن الله باذن الله هتاخد اعلى كمان. وحسنها بركه ابو. طب في حاجه يا دكتور برضه في حاجتين عاوزين نسال حضرتك فيهم. لو زاد عدد الافرز 80 عن 14 اللي حصل هياج في الجوط، ايه التصرف المظبوط للمزارع يعمل ايه؟ اولا هو الوضع بتاعه كده المنظر بتاعه ده ما عندوش هياج. ايه لو في هياج يعني هو لو هياج دوت قلنا هنرش قبل كده. لا اما تبدا تجيب يا اولاد تغسل القمه الناميه كده من فوق. تمام
ترش كده من فوق تبدا تغسلها كده حاجات بسيطه جدا تاخد. لا اما ترش ماده اللي هي اسمها ماده البيكس اللي هي تمام. الماده الفعاله من بيكوات كلورايد. ايوه ده يبدا يظبط لك النمو شويه، وفي نفس الوقت البيكوات كلورايد او البيكس برضك بيساعد على التزهير. هو ليه وظيفتين، هو يظبط النمو بس هو عنده في الارض بتاعته ما فيش هياج، بالموضع بتاعه ما عندوش هياج. طب في حالات يا دكتور يبدا عند لو عنده 14 فرع سبب برضه ما يعتبرش هياج. لا ما 14 المعدل مظبوط يعني انا قصدي على الزياده بتاعي. في بعض الحالات يا دكتور وعنتر عارف الكلام دي ان بيحصل ربط للجوطن مثلا وهو لسه ما كملش مثلا 5 افرع سمارين. ايه العلاج بقى؟ ايه العلاج؟ يحصل لك الربط، الارض عندك ملحيه قوي او صرفها سيء. تمام. فاحنا بنبدا ندي حاجه، احنا عايزين نقول حاجه مهمه. تمام. اي حاجه فيها نيتروجين او ازوت اللي احنا بنقول عليها دي بتدفع لك النمو الخضري. تمام. الفوسفور بيدفعك للنمو الثمري او الزهري اللي هو يديك ازهار. انت دلوقتي المشكله بتقول ربط يعني ايه؟ اداك ازهار كتيره، يبقى انت مش عايز ازهار دلوقتي، عايزين نقلله. يبقى ندي نيتروجين. تمام. عكسه الايه؟ الهياج الخضري هو مدي نمو خضري كتير مش مديك ازهار قليله. يبقى احنا ندي له ايه؟ فوسفور ونوقف النيتروجين. فدي عكس دي، يبقى الربط نوقف الفوسفور ونديله نيتروجين. هنديله ازاي بقى يا دكتور النيتروجين؟ يا اما كيلو يوريا على 100 لتر ميه، يا اما تديله مخلوط احماض امينيه تمام نص لتر للفدان، يا اما تديله مركب ان بي كي ويكون نسبه النيتروجين فيه عاليه شويه. طب في معلومه عايزين نعرفها، هل هي مظبوطه ولا لا بالنسبه للمزارع برضه؟ المزارع لما يبص للجوطن كده مثلا لو لقى الزهره كلها فوق طلعت فوق يبقى ده ربط. ده لا الربط. ربط وتلاقي الورقه حجمها صغير. ماشي. حجمها صغير عكس الورقه اللي في الشوش. الورقه عموما كلها هتلاقي حجمه صغير جدا. الهياج ده ممكن تلاقي الورقه اصلا كبيره اكبر من ايدك. ده الهياج خضراء ولونها داكن جدا يعني. طب في بعض المزارعين يا دكتور عندنا بيقع في اخطاء ان هو متعود من السنين اللي فاتت ان هو يروي على 25 يوم و20 يوم. طب النصيحه حضرتك اللي بتقولها للمزارع؟ مع ارتفاع درجات الحراره دوت هو كل واحد اضرب ارضه، بس احنا بنقول التوصيات العامه من 10 ل 15 يوم، ده التوصيات العامه. لو الارض عندك مملحه لا ممكن 8 ايام 10 ايام بالكثير. تمام. ولو عندك الارض سيئه الصرف لا هتطول الفتره. لو زرع جنب رز هتطول الفتره شويه عشان مستوى الماء الارض لو عندك مرتفع شويه. الري كل واحد على حسب الارض بتاعته، وانت ادرى بيها. انت لو نزلت جنب اي جوره في خلال الموسم يعني مش شرط يعني دخلت ادي خبطه بالفاس كده جنب، مسكت الطينه اللي تحت الجوره لقيتها بتتشكل معاك يبقى كده خلاص يبقى القطن مش هيعمل. لقيتها كده وافرض لقيتها مثلا لا اتفرطت معاك ما مسكتش ما لبستش وانت راوي كل 10 ايام لا ممكن تخليها 10 ايام عادي. 10 ايام. كل واحد على حسب طبيعه ارضه. تمام. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا، شكرا.